أنا كده وده طبعي ومش هتغير، وإذا كان عاجبكم لأ هو مش عاجبنا، وإحنا مش مضطرين نستحمل حد طبعه سيء ومؤذي. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أحب العباد إلى الله أحسنهم أخلاقا. وقال لنا برضو: أقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. إحنا ربنا بيخلقنا على الفطرة، وبنبدأ نكتسب انطباع شخصيتنا من أهلنا والمدرسة والصحاب والشغل، يعني كلها حاجات مكتسبة تقدر تغيرها لو حبيت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لازم تكون عايز ومصر إنك تتغير، هو مش قضاء وقدر فيك، هو اختيار. يعني لو عايز تغير عادة مش حاببها فيك، عادة مؤذية ليك ولكل اللي حواليك، مهما كان اللي عايز تغيره فيك، فاللي عايز يعمل حاجة هيعملها. فما تخليش نفسك تغلبك والشيطان يخليك تيأس، لأن دي هي مهمته، فمهمتك انت ما تنصروش عليك. وما تعبش في حد، دور على العيوب اللي فيك وصلحها. كلنا فينا عيوب، مفيش حد فينا كامل، ومفيش حاجة اسمها أنا كده وده طبعي ومش هغيره. كل واحد فينا فيه اللي مكفيه، فما تبقاش عبء على اللي حواليك. حاول تصلح اللي تقدر تصلحه، وأهم حاجة إنك ما تأذيش حد. وافتكر كويس أوي إن أنت حر ما لم تضر. يعني أنت حر في أي حاجة أنت بتعملها إلا إنك تضر الناس اللي حواليك.